إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر علما، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علما ينتفع به، حتى قالوا العالم تجتمع فيه الثلاث، تجتمع فيه الثلاث، حيث أنه يترك علما، والعلم صدقة جارية، ويترك ولدا حتى لو لم يكن من ولده، وهم أولاده من الطلب، كما كنا نقرأ قبل ليالي كلام الشيخ العلامة بكر بن عبد الله بن زيد في كتابه التعالم، وقال حفيدهما في العلم هو ابن حجر لما ذكر عن الذهبي وغيره. فكذلك يوجد أبو الإفادة وأبو الولادة. ولهذا جعل هذا المختصر مقدمة لكتابه الذخيرة، قال لكي يكون ذخيرة إن شاء الله للمعاد، وكذلك ذخيرة لطلب العلم. فقال قدمت بمقدمتين أي الذخيرة في بيان فضل العلم وآدابه، ويكون ذلك معدا وتقوية للطلاب، وهذه يفعلها كثير من أهل العلم، وذلك لكي يرشد الطالب إلى الجمع بين العلم والتزكية، وأن العلم والتزكية قرينان لا يفترقان، فعلم بلا تزكية قد يؤدي بصاحبه إلى القول على الله بغير علم والعجب وإلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة والانقلاب إلى الدنيا وغير ذلك. كذلك عبادة ونسك واشتغال بالتعبد دون العلم، فهذا كذلك يؤدي إلى الضلال، وهذا ما عرف به الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، قالوا لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم. والله عز وجل قد جمع بين العلم والتزكية في مواطن في كتابه، كما في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إلى غير ذلك. ذكرت 4 مرات، ذكرت مرتين في البقرة وفي آل عمران وفي سورة الجمعة. ووصف الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يدفع بالتزكية والجهل يدفع بالعلم، وهذا الذي عليه العلماء. نجد الإمام البخاري أول ما بدأ إنما الأعمال بالنيات، وتكلم عن بدء الوحي وذكر 7 أحاديث لأهمية الوحي، أن الوحي هو الأساس وأنه سبيل النجاة. ثم بعد ذلك بوب باب الإيمان، ثم باب العلم، بعد ذلك دخل إلى كتاب الطهارة، ثم ختمه بكتاب التوحيد لكي يبين للطالب أن التوحيد من كل جهة، وأنه لا ينفك عن التوحيد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. تجد الإمام مسلم بكتاب الإيمان بعد مقدمته المعروفة. وهكذا من كتب من العلماء فيقدمون بمقدمات في آداب الطلب، وينبهون الطلاب بأن هذا العلم إن أردت أن ينفعك أيها الطالب فعليك أن تصلح ما بينك وبين ربك. والله وبالله وتالله إن لم يرفعك الله عز وجل لن يرفعك أحد، ومهما ارتفعت وعلوت وكان طلبك لغير الله، وكان طلبك سمعة ورياء، واقرأوا كلامه في الذخيرة، أرجعوا كلامه على باب السمعة والرياء وغيره، فإنك ستسقط على أم رأسك. وكم من أناس حفظوا واشتهروا ثم بعد ذلك والعياذ بالله هلكوا. ومن الناس من كان على خير وصدق وقد حصل القليل ونفع الله على يديه ونشر له الخير الكثير. وكان السلف رضي الله عنهم يصلحون نواياهم ولا يحبون الشهرة ولا يحبون الظهور. نعم، الطالب في بداية أمره قد تدفعه نفسه، قد يحب أمور، ولكن يتداركه الله عز وجل لما يرى فيه من صدق النية وبحثه عن النجاة، فبإذن الله يتداركه ليخلص وليجتهد وليطلب العلم ليريد به وجه الله. أتدرون أن أول من تسعر بهم النار قارئ لكي يقال قارئ، وعالم لكي يقال عالم؟ سبحان الله. وأن نهينا عن تعلم العلم لغير الله. والله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن أشرك معي غيري تركته شركه. ولولا المقام خوف أن نخرج عن الموضوع لذكرت هذا.